3 2 1. تخيل يا أميجو تصحى الصبح تلاقي الشمس لونها باهت والسماء عليها غامة غريبة كأنها دخان بس ملوش ريحة. ولما تمسك موبايلك تلاقي الدنيا مقلوبة ومليان تحذيرات عاجلة: ممنوع فتح الشبابيك، البسوا كمامات، وأي حاجة مكشوفة بره البيت ما تلمسوهاش. السيناريو ده مش لقطة من فيلم رعب، دي حاجة لا قدر الله ممكن تحصل على أرض الواقع لو إيران نفذت تهديدها بضرب مفاعل ديمونة النووي. احنا مش بنتكلم عن صاروخ ممكن يهد عمارة، احنا بنتكلم عن شبح ملوش عين، ما بيعرفش باسبور ولا بيقف في جمارك، كارثة هتغير ملامح المنطقة للأبد. وعشان كده النهاردة هنفتح الصندوق الأسود ونشوف الكابوس ده آخره إيه، وهنفتح كمان كتاب التاريخ ونرجع بالزمن لورا لسنة 86 عشان نفهم لما الكارثة دي حصلت تأثيرها كان عامل إزاي، وإزاي الغبار الذري مسح الأخضر واليابس في ساعات. والأهم بقى إحنا هنتصرف إزاي لو لا قدر الله الكلام ده بقى أمر واقع وحصل فعلا. فعاوزك تفتح مخك معايا يا بطل، لان الكلام ده ملوش دعوة بمين غلب ومين اتغلب، ده كلام حرفيا حياة او موت لمستقبل عيالنا. بس قبل ما نبدأ انزل اخبط اللايك المتين واشترك في القناة واعمل متابعة لو لسه جديد، واطلع تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم بكل الخير اينما كنتم، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. عشان تستوعب يا أميجو حجم الجحيم اللي بنحذر منه لازم نرجع لورا شوية، وتحديدا لليلة 26 إبريل سنة 1986 في مدينة بريبيات بأوكرانيا. في اللحظة دي حصلت أكبر كارثة نووية في تاريخ البشرية لما انفجر مفاعل تشيرنوبل. وقتها كانت أوكرانيا لسه تابعة للاتحاد السوفيتي، والموضوع بدأ بتجربة أمان فشلت وقلبت الدنيا في ثانية. الحرارة زادت لدرجة خرافية خلت قلب المفاعل يسيح، وحصل انفجار بخار مرعب طير سقف المفاعل الخرساني اللي وزنه أكتر من 1000 طن كأنه ورقة كوتشينة. المفاعل بقى مكشوف للسماء وتحول لمدخنة نووية بتبخ سمومها في كل اتجاه. والمصيبة هنا ما كانتش في الحريقة اللي قعدت أيام، المصيبة كانت في سحابة الغبار الإشعاعي اللي طلعت للسماء بقوة بتعادل 400 قنبلة هيروشيما. السحابة دي ركبت الهواء ولفت أوروبا كلها، شوهت أجيال كاملة، وحولت مدن كانت بتنبض بالحياة لمدن أشباح مهجورة لمئات السنين، لأن نفس الأرض بقى مسموم. وعشان تعرفوا أكتر عن الموضوع ده أنصحكم تتفرجوا على المسلسل الأمريكي اللي اتعمل عنه، هو صحيح 6 حلقات بس لكنه مغطي كل حاجة حصلت في انفجار تشيرنوبل والدمار اللي حصل بسببه. وهنا لازم نضرب جرس الإنذار، لأن تشيرنوبل واللي حصل بسببه كان مجرد حادثة إهمال، يعني غلطة بشرية مش مقصودة. لكن ضرب ديمونة النهاردة هيبقى فعل متعمد أو دفاع عن النفس من ناحية إيران، سميها زي ما تسميها. المهم إنه لو حصل فهيحصل في منطقة جغرافية ضيقة جدا وزحمة بالسكان زي الشرق الأوسط. يعني لو انفجار تشيرنوبل دمر مدن، فديمونة لو انضرب لا قدر الله، واحنا بنقول لا قدر الله مش خوفا على اللي ما يتسموش، دول أول ناس لو اختفوا من على الكوكب فأكيد الحياة هتبقى أفضل. لكننا بنقول كده عشان الكارثة هتكون مضاعفة وممكن تمسح جغرافيا مدن كاملة من على الخريطة في ساعات. احنا مش هنبقى قدام حادثة، احنا هنبقى قدام انتحار جماعي لو حد فكر يلعب بالنار دي. عشان كده يا أميجو ديمونة مش مجرد مبنى خرساني أو اسم بنسمعه في نشرات الأخبار، ده القلب النابض لبرنامج إسرائيل النووي في صحراء النقب. بس السر المرعب اللي لازم تعرفه إن المفاعل ده شغال من الستينات، يعني بقاله أكتر من 60 سنة بياكل في نفسه. أنت متخيل يعني إيه مفاعل نووي يعجز وصلاحيته انتهت تقنيا من عشرات السنين؟ المفاعلات النووية في العالم كله بيبقى ليها عمر افتراضي، وديمونة كسر كل الأرقام دي. التقارير العلمية والمسح اللي اتعمل قبل كده بيقولوا إن جدران المفاعل فيها أكتر من 1500 تشقق بسبب الحرارة المهولة والإشعاع اللي شافه طول 60 سنة. يعني من الآخر الخرسانة دي ما بقتش حماية، دي بقت عبارة عن قشرة بيض ضعيفة جدا. المفاعل ده دلوقتي عامل زي بالونة مضغوطة ومليانة سم، أي خبطة فيه حتى لو مش صاروخ تقيل هتكون كفيلة إنها تفتت الجدران المشرخة دي وتفتح ماسورة إشعاع ملهاش أول من آخر. احنا هنا مش بنتكلم عن انفجار ونار هنطفيها، احنا بنتكلم عن غبار ذري، يعني جزيئات ميكروسكوبية ملهاش ريحة ولا طعم ولا لون، بتدخل جوه الخلايا وبتحرق اي كائن حي يلمسها من جوه ومن بره. والمصيبة الاكبر ان الغبار ده ما بيوقفش مكانه، ده بيركب الريح اللي ملهاش صاحب، وفي خلال ساعات قليلة السحابة دي ممكن تكون بتغطي سيناء وبتعدي الاردن وبتمسح حدود السعودية، وبكده بوابة جهنم هتتفتح علينا كلنا، والمنطقة كلها هتبقى في مواجهة مع عدو ما بيتشافش وما بيعرفش يفرق ما بين حد وحد. وهنا
يجي السؤال اللي بيوجع بجد واللي لازم نفكر فيه بعقلنا قبل قلبنا، احنا في مصر موقفنا ايه من كل العك ده؟ ونعمل ايه ونتصرف ازاي لو وصل لنا؟ بص يا اميجو، مفاعل ديمونة للاسف مش بعيد عننا زي تشيرنوبل، ده على بعد خطوات من حدودنا الشرقية في سيناء، يعني يا دوبك رمية عصاية. والمشكلة الكبيرة ان خريطة الرياح في منطقتنا اغلب السنة بتمشي في اتجاهنا، يعني لو السحابة الاشعاعية طلعت فاحنا المحطة الاولى والاساسية في طريقها. انت مستوعب الكلام ده معناه ايه؟ يعني الغبار الذري ده ممكن يشرفنا في سيناء ومدن القناة ويوصل لقلب القاهرة في اقل من 24 ساعة. والمصيبة الحقيقية مش في شوية غبار ذري هيتنفضوا، المصيبة في السلسلة الغذائية اللي هتتسمم بالكامل. اول حاجة هتبقى الارض، الاشعاع لو نزل مع المطر او حتى مع التراب بيلزق في التربة لسنين طويلة، يعني اي لقمة هتاكلها من اول حزمة الجرجير لحد رغيف العيش هتبقى شايلة سموم نووية. والسم ده يا بطل غلس جدا، ما بيطلعش لا بغسيل ولا في الطبيخ، ده بيدخل يسكن في عظمك واعضائك ويغير في كمية جسمك. تاني حاجة وهي المية، سر الحياة اللي هيبقى في خطر. الإشعاع ما بيوقفش عند وش الأرض، ده بينزل للمية الجوفية، ولو السحابة وصلت لمجرى النيل شريان حياتنا الوحيد فاحنا قدام كارثة صحية ملهاش كتالوج للحل. تخيل إن المية اللي بنشربها وبنغسل بيها هدومنا وبنروي بيها الأرض بقت هي اللي شايلة الموت غير المرئي. تالت حاجة بقى الشلل الكلي وخراب البيوت، مفيش تجارة، مفيش تصدير لزرعنا اللي اتوصم بالإشعاع، وكمان السياحة اللي هي جزء من دخلنا القومي هتبقى مجرد ذكرى في كتب التاريخ. وأي حد هيفكر يخرج من بيته من غير حماية هيبقى بيعرض نفسه لموجات إشعاع بتبوظ الدي ان ايه. يعني الوجع مش هيقف عندك، ده ممكن يحصل تشوهات جينية تظهر في أحفاد أحفادك اللي لسه ما جوش الدنيا أصلا. احنا مش بنخوفك يا أميجو ولا بنعمل عليك فيلم نهاية العالم، احنا بنحطك قدام الحقيقة المرة والسيناريو اللي العلماء بيحذروا منه، بنرسم لك الصورة بكل تفاصيلها البايخة عشان لما نيجي دلوقتي لفقرة الخلاصة وروشتة النجاة تكون فاهم إن كل حركة هتعملها وكل معلومة هتعرفها هي اللي هتحدد فرق الحياة عن الموت ليك ولعيلتك. لازم اعرفك يا اميجو ان احنا بنقول يا رب سلم وبندعي ان الجنون ده ما يحصلش، لكن الوعي هيبقى هو سلاحك الوحيد لو القدر قرر يلعب لعبته. لو لا قدر الله سمعت ان في تسرب او انفجار نووي حصل، مفيش وقت للفرجة ولا للبوستات، انت لازم تتحول لانسان آلي بينفذ خطوات محددة عشان تنقذ حياتك وحياة عيلتك. واول حل هيبقى الاستغماية الاجبارية. اول ما تسمع الخبر يا اميجو مفيش وقت تفكر، اجري على بيتك او اقرب مبنى خرساني تقيل. اشمعنى الخرسانه؟ لان جدران الخرسانه المسلحه هي الحاجز الوحيد اللي بيقدر يصد الجسيمات المشعه ويقلل تاثيرها عليك. كل ما كانت الجدران اتخن كل ما كانت حمايتك اقوى. لو الكابوس ده حصل وانت بره البيت ركز في اللي جاي، لان حياتك حرفيا هتبقى متعلقه بيه. اول ما تدخل من باب الشقه ممنوع تلمس حد من اهلك ولا تقعد على كنبه، انت هدومك دلوقتي بقت مخزن للغبار الذري اللي ما بيتشافش. اقلع هدومك دي فورا على باب الشقه او في الطرقه وحطها في كيس بلاستيك واقفل عليه بلزق وارميه في ابعد مكان، او سيبه في البلكونه واقفلها عليه. انت كده عزلت 90% من المواد المشعه اللي كانت لازقه فيك. بعد كده على الحمام فورا، خد دش بميه فتره وصابون، بس خلي بالك من حاجتين. اولا ممنوع تخربش جلدك بالليفه، احنا عايزين نغسل الغبار من على الجلد، مش عايزين نفتح مسام الجلد وندخله جوه جسمنا. ثانيا بقى ممنوع تستخدم بلسم او شامبو لشعرك، البلسم فيه مواد كيميائية بتخلي الغبار الذري يلزق في شعرك وما يطلعش ابدا. استحمى بالصابون العادي. انت كده يا بطل هتبقى عملت عملية تطهير نووي ذاتية ومنعت الغبار انه يتسرب لدمك او لاعضاء جسمك من جوه، انت حرفيا بتغسل الموت من على جلدك قبل ما يتمكن منك. تاني حل بقى وهو انك تقفل بيتك بالضبة والمفتاح في اللحظة دي يا اميجو. الشبابيك والبيبان اللي كنت بتفتحهم عشان يدخلوا لك هوا بقوا هم اكبر اعدائك. الغبار الذري بيدور على اي تنفيسة عشان يدخل يملى بيتك، عشان كده اول حاجة تعملها هي انك تقفل كل حاجة، بس مش بقفل عادي، وركز في خطوات العزل دي لانها هتفرق كتير. هات قماش او فوط مبلولة مية وسد بيها الفراغات اللي تحت البيبان وبين ضلف الشبابيك، لان المية بتعمل مصيدة لجزيئات الغبار وبتمنعها تعدي. لو عندك بلاستيك ستريتش او لزق عريض الزقه داير ما يدور حوالين الشبابيك اللي مش هتحتاج تفتحها خالص. انت كده بتعمل عزل حراري ونووي يدوي لبيتك.
بس اكبر غلطة ممكن تعملها هي انك تسيب التكييف شغال حتى لو الجو حر. التكييف والشفاطات سواء في المطبخ او الحمام وظيفتهم انهم يسحبوا الهواء من بره لجوه، يعني يجددوا الهواء الموجود، وده معناه انك بتفتح شفاط نووي بيدخلك السموم لحد عندك وانت قاعد في الصالة. فلازم تطفي كل المراوح والشفاطات والتكييفات فورا، وتسد فتحات الشفاطات بكرتون ولزق. ولو تقدر اتجمع انت وعيلتك في اكتر اوضة جوانية في البيت، يعني اوضة ملهاش شبابيك على الشارع مباشرة، او اوضة جدرانها بعيدة عن المنور. كل ما زادت الحيطان بينك وبين الهواء اللي بره كل ما زادت نسبة نجاتك. انت كده يا بطل حولت بيتك لمخبأ متحصن، وقفلت السكة في وش اي ذرة غبار بتحاول تتسلل وتدمر حياتك وحياة اهلك. تالت حاجة بقى وهي الأمن الغذائي. في الوقت ده يا أميجو معدتك هتبقى هي مدخل الخطر. أي حاجة كانت مكشوفة في المطبخ قبل ما تقفل الشبابيك اعتبرها بقايا نفايات نووية. طبق الفاكهة، الخضار، حتى العيش اللي كان في الكيس المفتوح، كل ده ما يتلمس. الغبار الذري لو دخل جوه جسمك عن طريق الأكل هيفضل يشع جوه أعضائك ويدمرها من غير ما تحس. الخطة البديلة بقى إن الملك في الحالة دي جوه المطبخ هيبقى الأكل المعلب زي التونة والفول والبلوبيف والكراتين المقفولة تماما. بس خلي بالك من الفخ ده، الغبار ممكن يكون لزق على العلبة من بره وانت بتفتحها. عشان كده قبل ما تفتح اي علبة هات حتة قماش مبلولة وامسح العلبة من بره كويس جدا، وبعدين ارمي القماشة دي في كيس بلاستيك واقفل عليه. المية كمان، مفيش مية من الحنفية هينفع تتشرب بعد كده، ولازم تعتمد على المخزون اللي عندك من المية المعدنية. وقبل ما تشرب من الازازة امسح الغطا والمنطقة اللي حواليه كويس جدا. رابع حاجة بقى هتكون سر حبوب اليود، البوتاسيوم يودد. كتير منكم سمع عن حبوب اليود في الافلام، بس ايه قصتها يا ترى؟ الغدة الدرقية في جسمنا عاملة زي السفنجة اللي بتعشق اليود، وفي حالات الانفجار النووي الجو بيبقى مليان يود مشع مسموم. لو غدتك امتصت اليود ده لا قدر الله بتبقى بداية للسرطان. وهنا بقى بيجي دور حبوب البوتاسيوم يودد، واللي وظيفتها ببساطة إنها بتعمل إشباع للغدة باليود الآمن. فتقوم الغدة تقول لليود المشع اللي بره شكرا أنا شبعت ومش عايزة منك حاجة. بس ركز في التحذير ده يا بطل، الحبوب دي مش فيتامينات ولا بونبوني ينفع تاخده في أي وقت. دي لها جرعات دقيقة جدا ومواعيد محددة، ولو خدتها بجرعة غلط ممكن تدمر غدتك وتعمل لك تسمم يودي. فعشان كده ما تلمسهاش ولا تاخدها إلا لو صدر بيان رسمي من وزارة الصحة بيقول إن السحابة دخلت منطقتك وانك دلوقتي محتاج الجرعه دي. خامس حاجه بقى وهي الراديو اللي هيبقى صاحبك الوحيد في الازمه دي لا قدر الله لو حصلت. تخيل يا اميجو ان النت قطع وان شبكات الموبايل وقعت بسبب الضغط او النبضه الكهرومغناطيسيه. هتعرف الاخبار ساعتها منين؟ في اللحظه دي مفيش غير الراديو القديم اللي بيشتغل بالبطاريه. الراديو هيبقى هو الوسيله الوحيده اللي بتفضل شغاله في اصعب الظروف. ارجوك يا اميجو في وقت الكارثه ما تمشيش ورا الهبيده ولا جروبات الواتساب اللي بتبعت لك رسائل من نوعيه اشربوا ميه بملح او ادهنوا جسمكم بخل. الكلام ده يودي ورا الشمس. المصدر الوحيد للمعلومة هو البيانات الرسمية اللي بتذاعها الدولة على موجات الراديو. ودنك لازم تكون مع المتخصصين وبس، لأن الإشاعة في وقت الكارثة النووية بتقتل أسرع من الإشاعة نفسه. في النهاية يا أميجو لازم نكون صراحة مع بعض، السيناريو اللي حكيناه النهاردة ده كابوس مفيش عاقل على كوكب الأرض يتمناه. لأن في الحرب النووية مفيش حاجة اسمها منتصر ومهزوم، في الحرب الكل بيبقى خسران حتى اللي ما حاربش أصلا. وإحنا ما حكيناش الكلام ده عشان نعيشك في رعب ولا عشان تقفل موبايلك وتستخبى تحت السرير. إحنا حكيناه عشان نكون سابقين بخطوة بالوعي. التاريخ مش مجرد حكايات بنحكيها قبل النوم، التاريخ دروس بفلوس. وتشيرنوبل علمتنا إن اللي نجا هو اللي ما حطش راسه في الرملة، هو اللي فهم انه بيتعامل مع عدو غدار وما بيتشافش واتحرك في الثانية الصح. الوعي يا اميجو هو الدرع اللي اقوى من الخرسانة، والمعلومة اللي عرفتها النهاردة هي اللي ممكن تنقذ حياتك وحياة عيلتك في وقت الجد. وطبعا في اللحظات اللي زي دي لازم ندعي ان ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ اهلنا في كل مكان من لحظات جنون البشر اللي ممكن تضيع سنين من الحضارة بتكة زرار. وقبل ما اسيبكم عايز اسمع صوتكم في الكومنتات. تفتكروا العالم بقوته وعقله ممكن يوصل فعلا لمرحلة الصدام النووي، ولا كل اللي بنسمعه ده مجرد كروت ضغط سياسية ولعبة أعصاب هتنتهي في الآخر على مائدة المفاوضات؟ وهل شايفين إن الوعي الشعبي ممكن يمنع كوارث زي دي؟ مستني أشوف رأيكم وتوقعاتكم، وخلينا نتناقش بالعقل والمنطق. وخليك فاكر دايما يا أميجو إن مع الهستوريادور معلومات عامة هنخلي المعرفة أسلوب حياة. وكالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الهستوريادور، نستودعكم الله.